السلام عليكم. اهلا بيكم في استوديو المواهب. معاكم محمد عادل. درس النهارده بنتكلم عن ازاي نسمع صوت الريفيرب لوحده بدون الصوت الاصلي عشان نقدر نعدل عليه ونوصل لادق التفاصيل في الريفيرب علشان نوصل لافضل نتيجة ممكنة، لان الريفيرب من اكتر المؤثرات المهمة اللي لازم تضيفها على الصوت ولازم تتحكم فيها عشان توصل لافضل جودة ممكن. لو جينا نسمع كده الصوت اللي معانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن انا كده عملت سولو لصوت الريفيرب عشان اسمعه لوحده وابدا اعدل عليه، اقدر اضيف له ايكولايزر لوحده، واقدر احط له كومبريسور واعمل له سايد تشين، واقدر اتحكم في تفاصيل في الريفيرب. لو جينا نسمع صوت الريفيرب لوحده كده. ده كده صوت الريفيرب لوحده. طيب عشان ما نضيعش وقت ممكن نبدأ نشوف الطريقة ازاي ونعمل خطوة بخطوة مع بعض علشان نعمل نفس الطريقة دي مع بعض. انا كده جبت الصوت وضفته في البرنامج. بعد كده هنروح على التراك او الصوت اللي احنا حطيناه وهنعمل كليك يمين ونروح عند تراك مود ونختار اوديو تراك ونطلع على اي انسيرت، مثلا انسيرت واحد هنديله مكان في الميكسر، وبعد كده هنحدد له color، نديله ايكون وبعد كده نسميه وليكن هنسميه فوكال. بعد كده هنروح على الميكسر، هنلاقي الانسيرت اللي احنا عملناه في الميكسر بقى موجود معانا هنا على الصوت بتاعنا، ونسمع كده الصوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنيجي بعد كده على اي تراك فاضي في الميكسر جنب منه هنختار له برضو ايكون، بعد كده هنسميه فوكال باس وهنديله برضو كلر بالشكل ده كده. وهنيجي على التراك بتاع الفوكال الاساسي وهنيجي من تحت هنا وهنختار راوت تو ذيس تراك اونلي، هنربط التراك بتاع الفوكال بالباس، يعني الصوت بدل ما هو هيخرج من تراك الفوكال على الماستر مباشرة، لا هيخرج على تراك الباس الاول. بعد كده هنيجي على اي تراك فاضي وهنختار من هنا كده ونخليه رايت. اخترنا 2، ممكن تقدر تضيف طبعا اكتر من كده، تعمل نفس الشرح على الديلي او على اي حاجة تانية، بس احنا هنتكلم عن الريفيرب. هندخل نعمل له ايكون مثلا يكون فيرب سين بالشكل ده كده، وهنيجي على التراك اللي بعديه وهنختار له برضو ايكون، هنخليه فيرب باس، وهنيجي على الريفيرب تراك الريفيرب وهنعمل نفس القصة، هنخليه يخرج الصوت من التراك الباس، نفس القصة دي كده. هتيجي عند السيندو هنختار اي ريفيرب موجود عندنا بتستخدمه، مش شرط نوع معين. بعد كده هنروح على تراك الفوكال وهنيجي عند التراك بتاع الريفيرب هنختار سايد تشين تو ذا تراك. بعد كده برضو هنيجي عند تراك الفوكال وهنفتح من هنا ونختار فروتي سين بالشكل ده كده، وهنفتح من هنا ونختار فيرب سين وهنبدأ نسمع كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا تقدر تتحكم في كمية الريفيرب اللي انت هترسلها من هنا او من التراك بتاع الريفيرب نفسه، بس هو طبعا الافضل تتحكم فيها من الفروتي سنت في الكمية اللي احنا عايزينها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو جينا نعمل سولو كده احنا بنسمع صوت الريفيرب بس. أعوذ بالله طبعا من نقدر نعمل الشيطان سولو بالشكل ده كده. إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن ويبشر
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر. كمان اقدر اضيف اي ايكولايزر اتحكم في الريفيرب زي ما انا عايز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كده انا عملت سولو للريفيرب. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة كمان اقدر اضيف كومبريسور عشان اعمل سايد تشين. باجي هنا كده وبختار كومب وبفتح من هنا كليك يمين وبختار فوكال عشان هعمل السايد تشين ما بين الريفيرب وما بين صوت الفوكال، وطبعا بشغله كده علشان يشتغل أعوذ السايد بالله تشين. من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي ودي كانت الطريقة اللي تقدر تسمع بيها صوت الريفيرب لوحده بدون الصوت الأصلي عشان تقدر توصل لأفضل نتيجة ممكنة. انتظرونا إن شاء الله في شروحات جاية كتير، وياريت اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله.